بالغ يا عم. روح ومباراتك ما بيموتش. بس انا غبي. لا مؤاخذة يا عم بيلي. دقيقة عمي، السلام عليكم. سلام على بالي رجال. طبعا قاعد قدام بايرن ميونخ، يعني قيمة صدم، يعني مش عارف صدم ليه اصلا، بس هو قاعد قدام بايرن ميونخ طول مسافة ما طول وقاعد ارهقني والله. لا مؤاخذة يا عم بيلي. اخباركم ايه؟ اعتذر عن الغيبة الطويلة دي، يعني اخر حلقة كانت نازلة بتاعت الحب من طرف واحد، ولسه هكمل سلسلة حكاوي بس مش هطول فيها لان انا هنزل الفيديو دوا ان شاء الله. الفيديو اللي بعديها هحاول انزله قبل 1/6 قبل نهاية دوري ابطال اوروبا بين بروسيا دورتموند وريال مدريد. جاهز كوباية الشاي بتاعتك لان حاجة ان شاء الله مش هتطول باذن الله. فلنبدأ الحلقة. طبعا هنحكي النهارده عن الصحاب والبفة والزمال واللي منهم. الحياة دلوقتي عشان خاطر تبقى الموضوع مجتمع شوية، فالحياة بين الناس كلها لازم يبقى فيه زي اشخاص انت بتتعامل معهم. الاشخاص دول بيبقوا زي رتب، يعني وكل واحد ليه رتبة في حياتك. في رتبة الصاحب، رتبة الصديق، هو الصاحب هو صديق، لكن في رتبة الزمايل والمعرفة، تمام، والبفة والصاحب، صاحب واحد يعني، او الصحاب على حسب ما انت بتتملك كم نفر في حياتك عامة، تمام. ففي فئة اسمها هي فئة الصحاب دي، هي بتبقى الفئة النمبر 1، الصاحب او الصديق او الواحد بس. ابرز حاجة انت ممكن تاخدها كمثال واضح هو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هي دي ابرز صديق وابرز صاحب انت ممكن تتخذه كموضوعا يعني. في حاجة بعد كده هي البفة او مجموعة الاصحاب او اللي هي الاعداد المعينة حواليك. خلينا نختصروا الفكرة دي في ان الموضوع بيبقى عبارة عن مستطيل كبير ومثلث ودايرة ومعين في النص، او مثلا او النجمة في النص. يعني هو مستطيل كبير، تمام، جواه مثلث، جواه مستطيل صغير تاني او مربع، جواه دايرة، تمام. العبارة دي كلها ايه؟ احنا مثلا نقسموه. هل انت في حياتك مثلا بتعرف كم نفر مثلا في حياتك؟ مثلا بتعرف مثلا حوالي 100 200 300 400 على حسب ما انت يعني سيستم دماغك انت بتعرف. سبحان الله، ربنا ميزنا بعقل انك انت مهما مثلا ما مشيت وسط الناس ومشيت وعرفت الناس، انت بتلتقط منهم زي ايه، صور ميموريز كده، بس انت ما بتفتكرهمش لحد ما يعني كل يوم. يعني انت مثلا شفت مثلا مرة واحد واثنين او ثلاثة او اربعة، مش بتعيش طول حياتك مثلا شايفهم، لكنهم بيبقوا مثلا في ذهنك. بتبدا بعد كده مثلا انت عارف مثلا 150 واحد دول مثلا انت هتحتاجهم في ايه. هي بتتقسم كده، يعني انت مثلا ممكن من ال 150 مثلا بص هنبدا العدد كام؟ 150 كان نبدا مثلا نقصرهم لتحت. 150 بيبقى مثلا 150 نفر. من ال 150 نفر دول اللي انا اتعامل ازاي معاهم؟ بيبقى مثلا تعامل مثلا بيني وبين مثلا انا ومثلا والشخص اللي قدامي، مثلا انا ومثلا وفلان ده ازيك عاملين الحمد لله، ده اخرنا، تمام. لكن انا ممكن مثلا ايه اللي استفاد منه من ناحيته، هو ايه اللي استفاد منه من ناحيتي. لو انا مثلا احتاجه مثلا فرح، هو مثلا انت عارف ان انا مثلا لا قدر الله يعني عارف مثلا عندي حاله وفاه، فهو بيجي لي تأدية واجب. كذلك اللي هي المواضيع اللي هي بتبقى جايه من بعيد لبعيد، محتاجه انفار او محتاجه عدد كبير من الناس، تمام. دي ال 150 نفر اللي احنا حكينا فيهم دول الاول. الثاني من ال 150 في منهم 50. ال 50 دول المفروض اللي هم المثلث. انا بكلمك عن المستطيل الاول. المثلث هو المفروض مثلا عباره عن ايه؟ هم الناس اللي هم ممكن تروح معاهم ساعات كوره. يعني الناس مثلا انت عارف مثلا 50 نفر، 50 واحد مثلا، من 50 واحد مثلا عارف من كل مثلا ساعه 10 20، فانت عارف مثلا 5 و5 وهكذا. فانت بتعرف ناس تلعب معاهم ساعات كوره من ال 50 نفر. بتقابلهم مثلا على القهوه زي قهوه عم هاني لما تحفل عليها، بس الناس اللي بتحفل عليها يعني مش هنسالكم. والله هتشوف الوين انا قاعد ومسيره اطلع، يعني مسيره اوصل، بس مش دلوقتي يعني.
ما وصلناش للمرحله ان احنا ننتقم من الكل، بس هننتقم، بس مش دلوقتي يعني. هننتقم من كل مدرسكه اللي هم شايفين نفسهم واحد علينا يعني. تمام. دول ال50 واحد، ال50 واحد مثلا اشرب معاهم شاي مثلا، قهوه، اقعد احكي معاهم على القهوه عادي يعني. ما تكسر، ما اقعد مثلا اجيب له مثلا انا ماشي وانا ماشي اقعد معاهم وهكذا. المربع التاني الصغير، تمام، هو الفئه اللي انت مثلا ممكن تتعامل معاها كمنظور انك انت الفئه مثلا فئه المربع اللي هم بتبقى مثلا من 10 ل 15 ل5. دول اللي مثلا بتحكي معاهم اغلبيه الوقت، مش تحكي معاهم كتحكيت معاهم طول اليوم ولا طول الوقت، على حسب ما انت يعني ميولك النفسيه او خبراتك الاجتماعيه انت ماشيه ازاي يعني. انت ممكن مثلا عارف واحد بالدنيا كلها، وكذلك انا عندي نفس الشخص او عندي اشخاص كتيره عارفهم عادي، بس مش ملزم ان انا مثلا اعرف من 15 مثلا عارف مثلا كل حاجه عني. تمام، لان دي حياتي وكذلك حياتك برضو. انا مش مهم انت مثلا يعني. انا مثلا من الفيديوهات اللي انا بنزلها في حوالي، انا في مثلا ناس عارفها حوالي 15 ل 20 واحد مثلا عارفهم. تمام، عارفهم منهم 5-10 بيتكلموني مثلا على شويه مثلا في طريقه كلام، يشوف مثلا انا اتحسنت ولا لا وكذلك. في بقى مرحله تاني اللي هي بتاعت ايه، ان انا مثلا اتعامل مع الموقف كتفكير مثلا، ان انا مثلا ربنا يسهل لنا الموضوع، يسهل لنا الموضوع، لازم نتصرف وكده. تمام. ومن ابرزهم الناس اللي انا حابب احكي فيها يعني احكي معاهم في التفكيرات الجميله دي، هو موقف اللي حصل لي يوم الامتحانات. انا اتذكره كويس، وكان الموضوع انا كنت جايب يعني نتيجه مش كويسه، بس الحمد لله انا كانت لظروف يعني قدريه. الحمد لله يعني ظروف يعني ادت الحمد لله ان احنا يعني جبنا مجموعه مش ولا بد، بس يعني جاء لطف من ربنا جميل يعني. ربنا جبرنا ساعتها ان احنا كنا داخلين في امتحانات، بس الحمد لله يعني عدينا منها على خير. فانا فاكر ان في بوست واحد صاحبي مش عارف انا اقدر اقول اسمه ولا لا، بس انا اتشرف ان انا اعرف في كل مكان، وهو قال كتب البوست دوا من وحي جمال قلبه يعني. يعني كتر خيرك يا اقرا البوست وانتوا ايه يعني اسمه ده. اقرا البوست وان شاء الله. البوست بيقول هنا: كان عندي صديق الناس كلها بتحبه وهو بيحب الناس كلها، مفيش حد في طاحتك كلها بيكرهه، او لما حد يتعامل معاه بيقول عنه كلمة وحشة، او حد يتعامل معاه يشهد بجدعنته ورجولته وطيبة قلبه، وكان مرح جدا وكل الناس بتحبه. حرفيا انا بحبه جدا جدا، والله العظيم انا اللي بحبك قوي والله العظيم تاني يعني وبدأ له فجأة كده ظهرت نتيجة تالتة ثانوي واختفى، ومع هذا الشخص المرح. واحب اقول لك ان مش نتيجة تالتة ثانوي هي اللي تعمل فيك كده، واحب اقول لك انك انت اقوى من كده ومريت بظروف اكتر من كده، فما تخليش حتى نتيجة تعمل فيك كده. فيا ريت كلنا ندعي له بالصلاح وربنا يوفقه. احبك يا اخي في الله، حبك الله الذي حبني فيك. ودول معادل الناس اللي هي ممكن مش قريبة منك، فهي بتعمل لك فارق في حياتك. محمد ياسر الزيات من الناس اللي انا اتشرف بوجودها، هو اللي كتب لي البوست. وهو من صراحة يعني انا مش عايز فكرة ان انا هقول اسمه عشان خاطر هو قال لي، لا بالعكس، انا محمد ياسر قاعد يتكلم معايا وقاعد يدعمني وقاعد يحكي لي. لكن انا البوست ده في وقتها في وقت الامتحانات انت كنت محتاج مثلا حرفيا اي كلام ايجابي، اي كلام يحسسك بالامان، يحسسك بالراحة، ما يحسسكش انك انت مستبعد، انك انت قليل. وعلى فكره في ناس كتيره، بس ده يمكن اكتر حاجه لمستني، لمست قلبي يعني، اللي هو عجبني قوي فكره ان هو لما جه يتكلم معايا لما جيت انا سالته قلت له ربنا ما يحكي لي الفيديو، قال لي الكلام ده ليك انت، وانا استغربت ان هو لي انا كنتش متوقع ان اصلا الناس كلها بتحبي يعني بس فيعني الحمد لله يعني هو من الناس اللي انا احب ادعي لها بالخير. تمام. والانسان مواقف يعني، انسان مواقف. اكمل لك السلسله بتاعت المربع والمستطيل. فالمستطيل المفروض هو عباره عن زي حوالي 10-15، ومن 10-15 دول ممكن اقول لك فيهم محمد ياسر الزيات، اللي هم من الناس اللي انا اقدر احكي لها، اقعد معاها على القهوه، اقدر احكي معاها، اقدر اهزر معاها، تبقى ناس قريبه معاهم.
لازم تعرف تهزر معهم، تعرف مثلا تعاتبهم، او لو مثلا على حاجه غلط تعرف تديله انت نصيحه. لكن مش اي حد مثلا انت مثلا ما ينفعش من ال 150 اللي كنت عارفهم في الله انك انت مثلا تنصحهم، مثلا تقعد تحكي معاهم وكذا. ودي ابرز حاجه. تيجي بقى في المربع او الدايره الاخيره. المربع والدايره الاخيره هم اكتر نفرين او اكتر نفر، انت على حسب ما انت بتحكي ازاي او بتتكلم مع الناس ازاي. اكتر حاجه انت ممكن تعملها في حياتك اللي هي الدايره، اللي هو ايه؟ الدايره الاخيره اللي هي قلت لك مستطيل جوه مثلث جوه مكعب او مربع صغير جوه دايره. الدايره الاخيره دي هي عباره عن الشخص اللي هو عارفك وعارف بيتك وعارف كلامك وعارف هزارك ومن ال 10 15 اللي فاتوا هم البفه او شويه 5 10 شباب اللي احنا مثلا عارفينهم. لكن في ناس عادي كتير على حسب ما انت زي ما قلت لك، على حسب رغباتك النفسيه انك انت تتكلم مع الناس او حسب حالتك الاجتماعيه. يعني ما تقول الكلام، انا مش واقف على حاجه معينه، انت على حسب ما انت بتتكلم مع الناس وكده يعني. الشخص ده يعرف عنك حاجات كتيره، بتهزل معاه، بتخش مثلا تكلمه. وزي ما قال الاستاذ محمد ابو زيد، قال لك لو انت عايز تعرف صديقك الحقيقي انك تمسك تليفونك وتتصل. يعني يبقى عندك مشكله انك تمسك تليفونك انك تتصل بواحد، الواحد ده انت مش متردد انك انت تتكلم معاه، مش متردد انك انت لو مثلا عندك مشكله مش متردد انك انت معاه انك تتكلم معاه، ومش خايف او مش مكسوف ان هو هيقفل عليك او مثلا مش هيرد عليك. انت متاكد ان هو هيرد، بس انت يعني مثلا قاعد في الفجر صلاة الفجر، وقاعد مثلا او قبل الفجر مثلا او بالليل، في الحس ان الموضوع فيه سكوت اكتر يعني. في جات عندك مشكله، حصلت مشكله حاليا بالضبط. انا بشرح لك كلام محمد ابو زيد اكتر يعني. هو جات لك مشكله بالضبط، انت جيت مره واحده بتشوف النظام بتاعك اللي هو انت مره واحده انت حطيت في مشكله، عايز تدور على اي حاجه، هتمسك تليفونك اول واحد انت دماغك مسستماه انك انت هتخش تتكلم، هو ده صاحبك الحقيقي. مش هتخاف، مش هتتكسف من نفسك انك انت ده انا وقعت في مشكله، ايوه فلان الفلاني، الو ايوه يا اسطى ده الحقني بسرعه، معلش انا متورط مثلا، او في مثلا معايا مشكله. بتبقى بالمواضيع تبقى على هذا الحال يعني. او زي بيلي صديقي برضو، بس بيلي صديق وهمي يعني وليس صديق حقيقي. لكن انا مش اكيد مش في يوم من الايام هيبقى صاحبي بلينجهام يعني. Por favor, بعد اذنكم no me llamen a mi teléfono. محدش يكلمه والنبي الله يخليكم. في الاخر يعني، او ممكن يبقى صاحب محمد صلاح. ايه بس رايك؟ تفكير جديد يعني، ظبطتها مرات. على العموم فانت بتبقى عارف مثلا مدى صحوبيتك بين الناس او مدى تعاملك مع الناس اللي هي بتبقى لحد معين. لكن اقرب واحد او اهم واحد هو الدايره دي، هو من الشخص ده، هو ما ينفعش انك انت لما تيجي تتكلم معاه تحس نفسك انك انت مكسوف. لكن مش كل حاجه ينفعش تحكي معاه فيها يعني. في الصاحب ده اللي هو الصديق ده معنى اصح، تحكي معاه على حاجات كتيره، تحكي معاه مثلا عن يومياتك، عن مشكله انت مريت بيها وحليتها، مثلا محتاجه انت في مشكله، محتاجه مثلا في ظرف من الظروف. كذلك هم كده الصحاب يعني، او الصديق الاقرب او الصديق المقرب، او هو زي معنى اصح زي ما خدنا ابو بكر الصديق هو الذي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في البدايه، هو الصحابي اللي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق الرساله وصدق الدعوه بتاع سيدنا محمد اللي هي دخول الاسلام وان هو نبي. فدي تبقى هنا الشخص اللي هو يصدقك، او الشخص اللي هو عارفك، او الشخص اللي هو بيحبك بدون مقابل، مش مستني منك مثلا انك انت تديله مقابل عشان مثلا يحبك، او مثلا تبقى مثلا من الظروف اللي حواليك يعني. هحكي لكم كذا موقف. تمام. هو الموقف اللي هو حكيت موقف محمد ياسر الزيات اللي هو من الناس اللي هي مقربة الى قلبي. هحكي لكم موقف الامتحانات. احيانا في الامتحانات لو انت ما لقيتش الشخص اللي يدعمك او يخليك تذاكر او يخليك تدوس على نفسك، فانت تايه حرفيا يعني، انت تايه يعني كده، اللي هو انت تايه بحيث انك انت ضايع. ما ينفعش، انت لازم تشوف الحاله وتشوف نفسك وتشوف موضوع امتحاناتك. لكن هتفضل قاعد كده انت مش عارف اصلا الدنيا معاك ايه بره، فده ما ينفعش حرفيا. فبالله عليك حاول تنجي اصحابك او حاول تنجي الناس اللي حواليك على قدر الامكان، لان الموضوع ده
بكره وبعده هيبقى تحت مصلحتك انت وتحت تاثيرك انت. لو انت ما لقيتش الشخص اللي هو لو الدنيا باظت او الدنيا اتخربت او الدنيا الشغله بتشغبيط كده ومعرفتش انك انت تمشي مع حد، انت هتبقى مسؤول عن نفسك. انت ما عملتش ما تعبتش في الاول. ومفيش حاجه اسمها ما نجتش. المشكله ان الانسان احيانا بيلاحظ او بيلاحظ في فوات الاوان ان هو اصلا مش محبوب يعني. ولكن هو ممكن في ناس بتحبه وناس متقدراه وناس عايزاه يبقى كويس، لكن هو مش عايز هو بيبص على اللي بيحبه هو. طب ماشي، طب هو لو بيحبك هو ده، هل انت بتحبه؟ هل في تبادل؟ مفيش. انا اعتقد مفيش. لو انت مثلا زعلان مثلا من فتره معينه، متضايق مع حته معينه، لو انت مثلا بتحب شخص والشخص ده لو ما بيحبكش فانت هتتفشخ حرفيا، انت دماغك هتتبهدل، لكن انت مش لاقي ظروف اصلا تخليك كويس. طب انت ايه لازمتها يعني؟ ايه لازمتها يا صديقي يعني بجد يعني؟ بس فمن الموقف الامتحانات انا اتذكر لي موقف ما حصلش معايا، حرفيا ما حصلش معايا. ان في واحد صاحبي كان عليه امتحان، كان عليه امتحان وكان كانش راضي يخش الامتحان حرفيا، وكان امتحان ثانويه عامه. اضطرينا ان احنا نجوله تحت البيت، يا فلان يا فلاني نزيطوا عليه اللي هو ينزل يقضي الامتحان. الامتحان فاضل له يجي من الساعه، وكنا لسه بادئ، كان الامتحان الساعه 9 الصبح يعني. يصحى 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 لغايه ما الواد نزل وهو بيعينه الدمعات. قلت له يا عم مالك كده؟ ايه يا عم؟ وكانش امتحان استاتيكا يعني، اللي هو استاتيكا وديناميكا اللي هي رياضه تطبيقيه، ما كانش امتحان استاتيكا. يلا يا عم. وفعلا جه الامتحان وجاب مجموع يعني محترم، والدنيا كانت زي الفل معاه يعني عادي، ودخل حاجه احسن مني وما زعلتش. بالعكس يعني، بالعكس اتمنى لاي حد الخير يعني، طالما هو محترم معايا وكويس معايا، وطالما هو مقدر شخصيتي في الحياه، او مقدر نموذجي في الحياه. هحكي لكم موقف تاني حصل معايا في موقف تشجيع الكوره. انا لما حكيت لكم في القصه بتاعت قصه اللي هي الكوره، اللي هي لما انا بدات العب كوره في تانية اعدادي، واللي هو في تانية اعدادي تالتة اعدادي، انا صح نسيت الشاي، معلش انا اسف. يا شباب طبعا انت لو ما جهزتش الشاي وما صليتش على النبي كذا مره، انت ما صليتش على النبي، روح صلي على النبي. او اقعد صلي على النبي كده 5 مرات او 10 مرات كده، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقعد كده وقولها، وان شاء الله يعني ربنا يتقبل منا ومنك يعني صالح الاعمال. اكمل لك. فلما كنت ساعتها كنت طبعا في اعدادي، فانا عايز العب، ابدا العب عايز العب اللي هو خلاص انا اكاديميه 3 وجمعه، لا انا عايز العب مثلا اوقات تاني. فكنت العب مع صحابي اللي في الشارع، اللي هو كنت ساكن في شارع محمد فيه شارع مالطا كده. فكنت شغال مع عمر محي وحازم سلام وزياد ياسر واسلام الشنتلي وكان في ناس كتيره، كانت في ناس من الحوالي كانت بتيجي تلعب معنا يعني. لكن انا وكان اخو زياد اللي انا هحكي عليه الحته الجايه يعني، زياد محمد، الدكتور زياد محمد، ربنا معاه ان شاء الله يعني ويسهل له كل الامور، فادعوا له ربنا معاه. تمام. فانا طبعا انا حارس مرمى، فكنت بحاول ان انا اتدرب ان انا ابقى يعني حارس مرمى محترف او كويس يعني. دخلت علشان خاطر ان انا يعني عايز العب. فطبعا شافني زياد وشافني وائل ممدوح، فلما شافوني انا بلاقي العب كوره ساعتها قالوا لي تعالى العب معانا ساعات. فانا طبعا انا ايه ده، انا هلعب مع الناس الكبيره. واتعرفت على شله كامله، وهي من الشله اللي هي حرفيا اللي انا ابص عليها انا بفتخر ان انا عارفهم، وافتخر علاقتهم ببعض يعني. بس ما شاء الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، علاقتهم ببعض جميله حرفيا يعني، هتخليك انت فرحان وانك انت مبسوط انك انت شايفهم كده، وبتدعي لهم ان ربنا يرزقهم ويديهم الصحه. وانا هفكرهم بالاسم يعني. كان زياد، لعبت مع زياد محمد. كان زياد ده بس ما شاء الله مهاراته حلوه، وكان اللي هو اللي بيراوغ يعني، تحسه ميسي على اصغر، او محمد صلاح على اصغر. بس طبعا انت عارف احيانا اسمه ده التعليم يعني، التعليم بيدينا كتير يعني ويعني والحمد لله. تمام. هو طبعا تعب
تعب ودور عشان خاطر يدور على حارس مرمى. طبعا انا لازم اعمل حاجتين كده بنفسي يعني. هو قال لي تعالى العب معانا حارس مرمى. طبعا انا جيت، طبعا انا بلعب، كنت في تاني اعدادي وفي ثالثه اعدادي انا بلعب، كنت في اولى كليه ولا في تانيه كليه، كنت صغير يعني. انت بتهالك انك انت اصلا كنت صغير في وقتها يعني. انت مش شخص يعني، مش كبير قوي او مثلا ما تعرفش تقعد وتهزر معاهم براحتك، كبار. قعدت معاهم وقعدت اهزر واضحك ولعبت ماتش حلو ساعتها. كنت مع ان انا طبعا لازم بطلع خسران عشان هم طبعا واخدين انا حارس مرمى مبتدئ، بس هو عايزين يتحركوا معايا، عايزين يخلونا معاهم يعني. ماتش ورا ماتش بقيت العب معاهم دايما. لقيت كل مثلا جمعه يقول لي تعالى في ساعه كوره، انا اسالهم في ساعه كوره، اقول لهم ايوه في، تعالى وهكذا. وبالفعل كنت راح العب معاهم وكده يعني. وانا كنت خيرهم، هم برضو اعطوني الثقه ان انا يعني اعرف اصاحب تاني، وان انا اعرف اتكلم، وان انا اعرف اكون عندي كارير شخصي، ان انا ابقى كبير وسط الكبار يعني. رغم ان انا كنت صغير، بس انك تبقى كبير وسط الكبار دي من الحاجات انك تقعد مع ناس كبير، دي حاجات تبقى كويسه يعني. بس ما تبالغش يعني، اللي هو لازم تقعد في سنك، تقعد مع الكبير وهكذا. في الاخير حاول تشوف صحابك كويس. الدنيا من غير صحاب دنيا مميته. مفيش حد في الدنيا بيبقى قاعد لوحده عشان خاطر هواه او نفسيته كده. لازم بيمر فتره من فترات محتاج اللي حواليه، او محتاج مثلا يقعد مع نفسه، او محتاج مثلا يقعد مع الناس اللي حواليه. انت مثلا لو محتاج تقعد مع نفسك، محتاج تقول لاقرب شخص ليك انك انت بتمر بمشاكل ومحتاج تقعد مع نفسك. ما ينفعش تاخد خطوه الانعزال لوحدك، لازم تفكر وتظبط حالك عشان خاطر بكره وبعده هيحتاجوك. بكره وبعده هم اللي لما يحصل لك مشكله تبقوا يقفوا في جنبك. اتمنى لك يكون عندك ناس صالحه، وابعد عنك اصدقاء السوء. وكل واحد انا بيشوف الفيديو ده، وانا يعني بحبك وبحترمك وبحترم وجودك. وشكرا لمحمود عبد الرحيم على المونتاج. طبعا انا اللي همنتج المره دي انا اللي همنتج المره دي وبس. دي كانت سلسله حكاوي، وخلي بالك من صاحبك، منش الا صاحبك وحبيبك، واعرف صاحبك صح. طبعا انا هحكي الفيديو الجاي عن بروسيا دورتموند والاحتمالات. الفيديو مش هياخد اكتر من 10 دقايق. عسى ان اجدكم مره اخرى، واتمنى يكون حاجه عجبتكم. متنساش اللايك وتعليقك على اي موقف انت مريت بيه حابب تحكيه، واشتراكك للفيديو، الاشتراك للقناه. وان شاء الله يعني لنا لقاءات قادمه، واعتذر عن التاخير. وما تنساش طبعا، عشان ما ينفعش ننسى البطيخ او الزيتون. ما تنساش الحاجتين دول. وادعي لهم، وادعي لنفسك، وتصلي على النبي. وان شاء الله القاك في حلقات قادمه. عسى ان اكون بخير وان تكون انت بخير. لنا كل خير. مع السلامه. يا سلام، أما قصة عبرة صحيح. يا سلام.